في هذا الفيديو رح نحكي عن القصة يلي صارت مع أنس الشايب وصاحبه أحمد. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك على الفيديو وتكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات. أنس الشايب وصاحبه أحمد كانوا مسافرين إلى دمشق سوريا، ووصلوا هناك أمس الساعة 4 فجرا. بعدها قرروا يروحوا يتفسحوا شوي. راحوا زاروا متحف السيف الدمشقي في ساحة الأمويين، واللي صار كان أغرب من الخيال. بعدما خلصوا زيارتهم ورجعوا من المكان ب15 دقيقة صار قصف قوي بنفس المكان الذي كانوا فيه. الساعة كانت تقريبا 3:29 عصرا، وبنفس اللحظة كانوا قاعدين بمطعم قريب من مكان القصف، وقبلها بساعة تقريبا كانوا متصورين بنفس المكان تماما الساعة 2:30 ظهرا. يعني لو طولوا شوي بالمكان كان احتمال كبير يصير شيء ما بنحكى عنه. الحمد لله أنس وأحمد بخير، لكن الناس عم تتساءل هل كانت صدفة أم فعلا ربنا كتب لهم عمرا جديدا. طالما وصلت لهون أكيد مهتمين، فلا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا بالتعليق لو كنت مكانهم كيف كان شعوركم.